للأسف نحن مضطرون للذهاب إلى مقر قصر الاتحادية والوقوف أمام باب قصر الاتحادية أو أمام أسوار قصر الاتحادية لكي يصل صوتنا إلى الدكتور محمد مرسي، رغم أن أوصلنا صوتنا له من قبل عبر مستشاريه، وأرسلنا له مذكرة أيضا من قبل، وعرض الأمر بين الرئيس ومستشاريه. للأسف ليس أمامنا سوى أن نذهب إلى قصر الاتحادية، إلى بوابة قصر الاتحادية، لكي نقول مجددا أو للمرة الثالثة والرابعة: يا دكتور مرسي، لا يليق لا يليق لا يليق أن يظل قرار مبارك بتشريد صحفي الشعب ساريا، ولكي نقول له يعني ألا يكفي أكثر من 12 عام يسري علينا فيها قرار مبارك، وكم من الوقت بقى كي يعني يكون هناك قرار بتنفيذ اتفاق لا نطلب فيه من الدكتور مرسي إلا أن يستخدم صلاحياته الدستورية لكي يقول ينفذ الاتفاق سابق توقيعه مع النظام السابق. مضطرون لهذا لأنه طوال الفترة الماضية وبعد اعتصام قارب نحو الشهر، ورغم اتصالات كثيرة، ورغم انعقاد مؤتمر صحفي المفترض أن يكون قد أوصل مطالبنا وآرائنا وأفكارنا، وانعقاد مؤتمر سياسي حضرت فيه مختلف القوى السياسية لتعبر عن تضامنها مواقفنا، كل هذا للأسف لم يصل بمذكرتنا ومطالبنا وحقوقنا إلى بر التنفيذ حتى الآن. ويبدو أنه أحد المشكلات الحقيقية في الفهم والرؤية التي يجري التصرف فيها في داخل الرئاسة بشأن هذه المذكرة أو هذه الحقوق. تحويل أمر صحفي جريدة الشعب إلى مجلس الشورى في ظل قيادة مثل الدكتور أحمد فهمي الذي يظهر بكل الدلائل والمؤشرات وعبر تصرفات في مختلف المجالات من التعامل مع الصحافة أنه في الحد الأدنى للحديث ليس على مستوى هذا الموقع وهذه المكانة وتلك المسؤولية. يبدو أنه هذا الابتعاد للدكتور مرسي، هذا التخلي للدكتور مرسي ولمؤسسة الرئاسة عن ممارسة صلاحياته بأخذ قرار أو إصدار تعليمات شفوية بإنفاذ الاتفاق، يبدو هذا هو ما أوصلنا إلى الحال أن نضطر يعني خلال يوم الاثنين القادم الساعة 11 أو 11:30 أن نكون مرة أخرى مضطرين للذهاب لنقف أمام بوابة قصر الرئاسة أو باب قصر الرئاسة أو باب القصر الذي يجلس فيه الدكتور مرسي، الذي لم يأتي للقصر إلا بآراء الشعب. ونحن مضطرون بعد أن استخدمنا كل الوسائل أن نذهب لنقف أمام القصر، لكن إذا لم يجدي هذا فنحن ذاهبون وأسفنا شديد إلى تخيير الدكتور مرسي، إما أن يوافق على إنهاء حياتنا ويجد أنه حياتنا لا تستحق أن يصدر تعليمات بإنفاذ حقوق مؤكدة وثابتة، سنذهب إلى الإضراب عن الطعن، ليكون الدكتور مرسي مخيرا في هذه الحالة بين أن يعني يكون هناك من يسلك الطريق لإنهاء حياته بوجهة نظر أو بفهم أو بتقدير أنه حياته لا يصح لها أن تستمر في ظل مثل هذا الظلم والتشريد. يكون الدكتور مرسي مخير بين أن يأخذ بمطالبنا أو أن يترك الناس تغادر الحياة. وللأسف الشديد هذا ما فعلناه في وقت مبارك، لكن المؤلم حقا أن مبارك اضطر للاستجابة تحت الضغوط
ونأسف أن نقول أنه سيكون هذا مؤشر خطير ونذير شؤم أن نصل إلى هذه الحالة، أن نصل إلى تلك الوضعية مرة أخرى، أن نضطر للإضراب عن الطعام حتى يسمعنا الدكتور محمد مرسي المنتخب من الشعب.